الشياطين هم أكثر المخلوقات عداوة لبني آدم، ولذلك علينا أن نستعيذ بالله تعالى منهم كثيرا. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. صدق الله العظيم. وقال تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. وهناك بعض الأمور التي تجعل الشياطين يملؤون بيوتنا، وربما يقومون بأشياء مضرة لبني آدم. ومن هذه الأمور ترك باب الحمام مفتوحا، فنحن نعلم جميعا أن الحمام هو بيت الشيطان، فالشياطين تكون موجودة أينما وجدت النجاسات والقاذورات، ولذلك فإنهم موجودون دائما في دورات المياه. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخول الحمام، فنقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فالخبث هم ذكور الشياطين، والخبائث هم أناث الشياطين. ولذلك علينا إغلاق الحمام بعد الخروج منه، وألا نتركه مفتوحا، وذلك لنتجنب خروج الشياطين في البيت. وأيضا من أهم الأشياء التي تجعل الشياطين تملأ بيوتنا هو دخول البيت من غير أن نلقي السلام على أهل البيت، وبدون أن نذكر الله تعالى أثناء الدخول. فإذا دخل الإنسان بيته فعليه أن يقوم بإلقاء السلام على أهله، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليه أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن فعل ذلك فإنه يطرد الشياطين من بيته، ولا يبيتون فيه ولا يدخلون إلى اليوم الثاني. فقد ورد عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأتباعه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكروا الله عند الطعام قال: أدركتم المبيت والعشاء. إذن علينا أن نذكر الله تعالى كثيرا، وخاصة عند دخول البيت، حتى نطرد الشياطين من بيوتنا. أيضا من أهم ما يطرد الشياطين من البيت هو قراءة سورة البقرة في البيت كل أسبوع على الأقل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، من قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته 3 ليال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.